السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الرحمة ومفتاح كل أمر عسير. طلبت أعمل لكم الفطاير، وطلبت أعمل لكم أو بالأصح طلبات ضحى. دايرة الفطاير قالت، ودايرة ملاح الروب، ودايرة حاجات كمية، بس والله العظيم يزن في يدي وصعب شديد الشغل معه. فالليلة حجازف لكم ملاح الروب سريع سريع بما انه نام، ووريكم الحاصل شنو. جربوا وريني بيعجبكم ولا لا. عندي 3 بصلات متوسطات، في توم، 6 تومات، وعندي الفلفل، فلفلة قاسمة على 2، والفلفل بس للنكهة يعني. عندي 2 كيلو زبادي، وعندي ملح وملح ليمون، شوية ملح ليمون يعني حاجة بسيطة بس. هقوم هقوم اكب الزبادي هنا في الخلاطة، هخلطه، حدي خلطة خفيفة الزبادي، بعد ذاك هكبه هنا في الحلة ونشوف الحاصل شنو. تابعوا معاي. في الحلة هرمي البصل، هقسمه على 2. طبعا نحن بنحب ملاح الروب شديد يعني. وسيا كانت دار تعمل كيلو، قلت لها اعمل لنا 2 كيلو، لانه طبعا يعني ملاح الروب نحن بناكله بالمعلقه، يعني نعمل معاه عصيدة، لكن شنو يعني في النهاية بنكون بناكله بالمعلقة يعني، ومعاه بالسمنة كده، ده يعني حاجة رهيب يعني. كمان لو لقى له شطة خضراء، لكن احنا عشان الأولاد ما بنعمل الشطة الخضراء، فنكهته مع الثوم والبصل كده والفلفل برضو بتكون رهيبة يعني. ملاحسية ده عجيب كده، جربوه. عندنا التوم بتاعنا عشان كبير شوية قسمته، ده نكهته تظهر، بس قسمت على نص التومة. دوب. بالراحة عمل حسابي، سكنت سنينة. طيب حاجي هنا في حلتي، حارمي الفلفل والثوم والبصل. طبعا الملاح ده لبكرة ما لليلة، فنحنا حنبيته. انتوا ممكن يعني مع شمس السودان وكده ده تخلوه لبكرة مثلا، او تعملوه الصباح، و يعني بخمر سريع، بس نحنا لازم عشان البرد نبيته. هعدي الزبادي خلطة شوية عشان ما يكون مكلكع كده. هتكبون الاثنين ولا واحد ما واحد؟ بتشيل واحد واحد. جميل يا سيدي. اصوت لك.
عندي معلقة بيجاي هاكسوتي. اصوت هيك بيجي. كل ما يقعد كل ما الحياة نكهتها بتظهر فوقه. رهيب. البصل ذاته جواه جميل، بصل مجدع ده جواه عجيب. انا بحب البصل فوقه اكتر حاجة. داير طبعا هو التوم يترمي بطوله، بس نحن مشكلتنا التوم حقنا يعني ضخم كبير شديد يعني. عندك معلقة؟ عندي معلقة بتاعتي. ده الثاني الزبادي. في ناس بتخلط معاه بصل يا سجا وتوم، صح؟ انا ما حصل جربتها، ما حصل خلطتها معاه البصل جوا. لكن ما عشان ببيت يعني نكهة البصل بتطلع ما اظن بيحتاج انه. بس كده بس، ماشي ما في تاني. بس كده هنزيد الملح، هنكب الملح وملح الليمون عشان يديه حداقة. يديه حداقة بس. هنقفله على كده، هخليه برا، هبيته برا لغاية بكرة زي ما قلت لغاية بكرة. لكن انتوا يعني مع شمس السودان وكده ده ممكن يعني تعملوا الصباح وتدوا ساعة ساعتين اموره بتظبط. اموره بتظبط يعني ما بيحتاج حاجة. فنحن هنا ما عندنا شمس وكده، فبنضطر نعمله من بالليل ونبيته لغاية بكرة ان شاء الله. لتاني يوم. اجيكم بكرة ان شاء الله ووريكم باقي وحنعمل فوق وشنو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الرحمة مفتاح كل أمر عسير. امبارح عملنا الروب وقلت لكم بنبيته قبل يوم. داير اوريكم ليه والليلة حنعمله. ده الروب بعد ما بات ريحة البهار طلعت فوق، البصل والثوم والفلفل ريحته بقت عجيبة. رفعته في النار، موطية للنار، وعندي هنا ده معلقتين دقيق سيحتون، معلقتين ل2 كيلو دقيق، يعني ل2 كيلو زبادي. معلقتين دقيق ل2 كيلو زبادي. ما تكتري، اذا هتعملي كيلو عندك معلقة هتعملي معلقة واحدة، لانه انا ما دايرة يظهر طعم الدقيق، داير طعم الروب هو اللي يكون طاغي في الحاجة. هكب فوقه الدقيق. في ناس بتعمل دكوة بيضة، انا ما حصل جربتها بيها، لكن قالوا برضو حلو رهيب. نقلب كويس لحد ما يدقل، او تحسيه ابتدى يدقل كده ده، وتقومي تطفي عليه النار، ما تخليه مسافة طويلة عشان الزبادي ما يقطع. ملح جميل وخفيف وبيتاكل في اي وقت.
ممكن تاخدي جنبه عصيدة، ممكن يتاكل بالعيش، انتو ذوقكم في الاكل. اهم حاجة بعدين تكبي ليه سمنة بلدية اصلية. السمنة ده انا قاعدة اجيبها لهم من السودان وقاعدة ادسها منهم تحت السرير عشان لو لقوها بياكلوها في اي حاجة. انا بقوم بدسها منهم عشان اطلع عليه حاجات زي دي، حاجات ما ينفع بجد تتاكل الا بسمنة بلدية. فبالله جربوا ملاحظ رهيب العجيب ده وروني بعدين ان شاء الله يعجبكم. وبدأ يسخن. حركي طوالي عشان ما يكلكع. طبعا ريحة البصل والثوم عجيبة. بعدين انت لما تطفي عليه النار حيتقل زيادة. اول ما يبتدي يتقل طفي النار طوالي لانه بعد ما يبرد بيتقل زيادة. ده بدأ يتقل. حركي طوال عشان ما يمسك في اخر الحلة. ريحته عجيبة. ريحة رهيبة طلعت. طلعت لنا السمنة الليلة. طلعت لكم السمنة، هدخلها تاني بعد ما اكب منها. عندنا هنا السمنة لكن السمنة النباتي بتاع العلب، فما بكون زي حقنا الرهيب ده بتاع السودان. انا حابتدي اطفي عليه وخلاص بعد ده، وبديكم صورة بعدين بعد ما اكبه في الصحن وبوريكم شكله كيف النهائي، وجربوا على كله ووروني ان شاء الله يعجبكم.